بتبدأ أحداث الفيلم مع سفينة ماشية وسط الصحراء، والجو بيكون صعب جدا وفي برق ورعد، ويكون الأدميرال واقف في السفينة هو وباقي الطاقم. لكن فجأة بتتهز السفينة، فيبصوا من الشباك عشان يشوفوا في إيه، والصدمة إنهم بيلاقوا وحش ضخم جدا بيهاجم السفينة، وطبعا بيؤدي لخرقها ودخول الرمال جواها. فبتحصل حالة فوضى كبيرة جدا بسبب الوحش والرمال والهواء الشديد اللي بيطير الناس حرفياً. ويتمسك الطاقم بالسفينة عشان ما تتقلبش وهم ما يطيروش، لكن بيطير أحد الأشخاص بسبب شدة الهواء وبيقع في الصحراء لوحده. وبنشوف الضابطة أرتيمس قائدة فريق فالكون بيجيلها رسالة من أحد الضباط في فريق برافو إنهم بيتهاجموا ومحتاجين مساعدة. فبتروح أرتيمس هي وفريقها، ولما يوصلوا يشوفوا آثار لفريق برافو، لكن مش بيكون أي حد منهم موجود ولا حتى الدبابات. وفجأة بيشوفوا عاصفة سودة كبيرة جدا وعمالة تنزل صواعق برق متجهة ناحيتهم، فبيركبوا عربياتهم وبيهربوا منها. لكن للأسف بتلحقهم وبيدخلوا جواها، وبتنزل صواعق البرق عليهم، لكن العربيات بتكون مصفحة فمش بيتأذوا. وفجأة بيتحول المكان لصحراء كلها رمال بيضاء، فبيستغربوا جدا. وبتطلب أرتيمس من إكس يروح يطلع على أحد الكثبان الرملية يستكشف المكان، ويقول مارشال إن أجهزة الاتصال والأقمار الصناعية مقطوعة كلها. ويقول إكس لأرتيمس تيجي تشوف حاجة ضرورية جدا، فبتروح هي والفريق ويشوفوا دبابات فريق برافو محروقة بشكل مخيف، ويكونوا مستغربين لأن مفيش أي سلاح ناري يقدر يسبب الحروق دي. وبعدها بيركبوا عربياتهم وبيمشوا، ويشوفهم من بعيد صياد، وبالمناسبة هو ده الشخص اللي وقع من السفينة اللي في أول الفيلم. ويشوفوا عظام ضخمة جدا، فبتستغرب أرتيمس وبتقول ممكن تكون عظام ديناصور. وفجأة بيطلق الصياد سهم على أحد العظام دي وبتنزل مادة حمراء، فبيطلق الفريق عليه النار لكنه بيتفاداهم. وفجأة بيظهر وحش ضخم من تحت الرمال، فبيركب الفريق عربياتهم وبيهربوا منه. وبتضرب أرتيمس النار عليه ويحاولوا يهربوا، لكن برضه للأسف بيلحقهم ويطيرهم كلهم ويطعن ستيلر بمخلبه. فبيرمي ستيلر قنبلة عليه قبل ما يموت، وبتنفجر في الوحش بس مش بيموت. فبتهرب أرتيمس وباقي الفريق وبيجري وراهم الوحش، وبيكون الصياد شايفهم، فبيضرب سهم متفجر على الوحش بيعطله شوية، ويقدر الفريق يدخل يستخبى جوه الكهف، ومش بيقدر الوحش يدخل جواه بسبب حجمه الكبير. فبينسحب وبيرجع في الرمال تاني، ومش بيكون متبقي من الفريق غير أرتيمس ومارشال ولينك وداش. يعني إكس مات في الهجوم ده هو كمان. وبتكون داش متعصبة وبتقول كان لازم نرجع، فبتقول لها أرتيمس إحنا مهمتنا القتال والخروج أحياء دايما، ده اللي إحنا بنعمله وشاطرين فيه. فتقتنع داش أخيرا، لكن فجأة بيهجم عنكبوت ضخم على أرتيمس وبيطعنها، فيطلق لينك عليه النار. ويحاول مارشال ولينك يعالجوا أرتيمس، لكنها بتكون ما عندهاش نبض، ويجي حشد من العناكب بيهجموا عليهم، فيضطروا يسيبوا أرتيمس في الكهف ويهربوا. وأول ما يخرجوا من الكهف بيشوفهم الصياد، فيطلق سهم متفجر على بعض العناكب ويقاتل معاهم، فيطردوه العناكب هو كمان. وأثناء مقاومة الفريق بيجي عنكبوت ويمسك مارشال ويقتله، فبيهرب لينك وداش. وبنشوف أرتيمس بتفوق في مكان غريب أشبه بمعدة العنكبوت، وبتشوف داش ومارشال متعلقين في المكان ده على الرغم من إن داش مشوفناهاش بتموت. وفجأة بتلاقي عنكبوت، فبتمسك شمروخ وبتولعه علشان تشوف، وبتحاول تهرب من الكهف ده. وفجأة بيجي من وراها لينك اللي يطلع لسه عايش بس في سم بجسمه مخليه مش قادر يتحرك، فبتسنده أرتيمس ويحاولوا يهربوا سوا. لكن بيظهر قدامهم عنكبوت ضخم، فبتوجه أرتيمس الشمروخ ناحيته، وبنشوف لينك بيصرخ، فتقوله أرتيمس وريني إصابتك. والصدمة إن السم بيكون اتفشى في جسمه وعمل فتحة بيخرج منها العناكب، فيقول لها اهربي انتي، وبيسحبوا العنكبوت الكبير. فبتتعصب أرتيمس جدا وبتطلع بخاخ نار وبتولع في العنكبوت، وبتهرب هي لكن بيطاردها العنكبوت وبيقدر يمسك رجلها، لكنها بترفصه وبتهرب من الكهف. وعلى طول بتقلع هدومها تشوف هي مصابة بالسم ولا لأ،
لكن لحسن الحظ بتكون مش مصابة، وبتطلع العناكب وراها، لكن أشعة الشمس بتعميهم فيدخلوا جوه الكهف تاني. وتفضل أرتيمس تمشي عشان ترجع للمكان اللي جت منه، وبالفعل بتلاقيه، فبترمي طوبة علشان تشوف الوحش موجود ولا لأ، وبالفعل بيطلع موجود. فبتسيب المكان وتروح تدور على طريق تاني. وأثناء تجولها بتشوف سفن كتيرة مدمرة، فبتدخل واحدة منهم تدور على مؤن، لكن بيجي الصياد من وراها ويثبتها بالسكينة، فبتحاول تقاومه، وبتدور بينهم معركة قوية جدا. لكن في النهاية بيكون الصياد أقوى منها جسديا، ويقدر يهزمها ويربط إيديها وياخدها معاه لمكان آمن هو عامله بنفسه، في مياه وأكل وكل حاجة. يعني أنا مش عارفة هو معاها ولا ضدها ولا إيه الحكاية. وبيكون الصياد قاعد عمال يعمل طقوس غريبة، وبيتكلم بلغة تانية غير الإنجليزي. فبتستغل أرتيمس الفرصة وبتفك الحبل من إيديها، وبتعمل نفسها نايمة. وأول ما يخرج يفتح باب المكان ويرجع بتكون مستخبية، وبتضربه على راسه وهي اللي بتربطه. ولسه هتشرب مية لكنه بيرفس الطبق بتاع المية وبيضحك. فبتتعصب أرتيمس وبتضرب التماثيل اللي بيعمل لها الطقوس دي، فيتجنن ويقوم يضربها، لكنها بتضربه جامد. بس ابن العفريتة ده مش سهل، فيقعد يتشقلب في الجو ويرد عليها هو كمان، ويفضلوا الاتنين يضربوا في بعض لحد ما يخرجوا من المكان الآمن. ويقع الصياد في مكان فيه عناكب كتيرة جدا، ولسه هتهاجموا العناكب، لكن أرتيمس بتعمل معاه حركة رجولة وبتشده، فبينجو الصياد من الموت. وبتفك الحبل بتاعه وتقوله إنها مش عدوته، وبتطلع شوكولاتة وبتديها ليه، فبياكلها الصياد وبتعجبه جدا، فيديها مية عشان تشرب. ويمشوا هما الاتنين سوا، وبتشاور أرتيمس للصياد على العربية بتاعتها وتقوله إن صاعقة البرق هي اللي جابتها هنا، فلازم تروح ليها عشان ترجع بيتها تاني، لكن لازم يقتلوا الوحش اللي موجود ده. وطبعا الصياد مش بيكون فاهم كلامها، فبتشرح ليه بلغة الجسد، فياخدها للمكان اللي فيه عناكب، ويقول لها بلغة الجسد إن سم العناكب بيعمل تأثير منوم على الوحش، فبتكون أرتيمس هي الطعم عشان تجذب العناكب. وبالفعل بيجي عنكبوت ضخم جدا يهاجمها، لكنها بتهرب لحد ما يقع العنكبوت في الفخ، وينط عليه الصياد ويقطع راسه بالسيف. وبعدها بياخدوا منه مخلب عشان السم وبيهربوا. وبنشوفهم خدوا على بعض وقاعدين يتكلموا سوا، وبتعلموا أرتيمس شوية كلمات إنجليزية. لكن فجأة بيهجم على المكان الآمن عناكب كتيرة جدا عشان ينتقموا لكبيرهم اللي مات. فيقعد الصياد يدعي ويعمل الطقوس بتاعته، وتاني يوم بيستخرج الصياد السم من مخلب العنكبوت، وبنشوفه بيقعد يدرب أرتيمس على الأسلحة اللي معاه، زي سلاح بيطلق سهم يمسك في الشيء ويجذبه ليه، وسلاح عبارة عن سيفين لما تحكهم في بعض بيطلعوا شرارة نارية، ويكونوا مستعدين أخيرا للقتال، ويرموا جوركون كتمويه للوحش. وفعلا بيطلع ويروح ناحيته، فبيطلعوا يجروا لحد العربية، وبيجري الوحش وراهم، فبيتفرقوا الصياد في حتة وأرتيمس في حتة، ويجري الوحش ورا الصياد، فبيطلق الصياد السهم اللي في السم في عين الوحش، لكن الوحش بيرفصه بيديله. وتيجي أرتيمس تطلق على الوحش بالرشاش اللي في العربية لأنها قدرت توصل ليها، وبيتأثر الوحش والسم كمان بيبدأ يشتغل. بس للأسف بيصرخ الوحش ويفوق تاني، فبتمسك آزف الصواريخ وبتطلق على الوحش أزيفة، لكن برضه مفيش فايدة، ويطيرها هي والعربية. ولسه هيهاجمها، لكن بيجي الصياد ويطعنه بالسيف في راسه، فبيتعصب الوحش وبيرميه بعيد. فبتغضب أرتيمس وبتستخدم السهم اللي بيمسك في الأشياء، وبتتشعلق على الوحش وبتمسك السيف وبتطعنه بيه. وبيحاول الوحش يوقعها من عليه، لكنها بتقاوم وبتغرز السيف جواه وبتقتله أخيراً. وبتروح تشوف الصياد، لكنه بيكون فاقد الوعي، وبتشوف من بعيد العصفة السوداء الكبيرة، فبتاخد السيف اللي قتلت بالوحش وبتربط الصياد وبتجره عشان يوصلوا هناك سوا. لكن وسط الطريق بتيجي العصفة وبتهاجمهم صواعق البرق، لكن بينجوا منها. وبتعمل أرتيمس إسعافات أولية للصياد اللي كان عمال يطلع في الروح ده، ويكملوا طريقهم لحد ما يوصلوا لجزيرة فيها أشجار وزهور وبحيرة مية ووحوش شكلها مختلف عن اللي قتلوهم قبل كده، فبيسكنوا فيها. لكن بالليل بيسمعوا صوت مرعب، وفجأة بيجي قطيع من الوحوش بيهجم عليهم،
فبتقع أرتيمس على الأرض وبيهرب الصياد، ولكن بتتصدم لما بتشوف الأدميرال بتاع السفينة اللي في أول الفيلم جاي وبيضرب الوحوش دي بسلاح ناري بيعمل حريق كبير في المنطقة. وعلى الجانب الآخر بيكون الصياد مزنوق من الوحوش وعلى حافة السقوط، لكن بتيجي بنت آسيوية متعلقة في حبل وبتمسكه لحد ما بتقع كل الوحوش وبيهربوا هما. وبتشكر أرتيمس الأدميرال على المساعدة، فبيقول لها لأ شكري إيه، خدي، وبيرزعها بالبوكس وبيحبسها في قفص، لكنها بتشوف مهرب تحت القفص فبتكسر القفص وبتهرب. لكن بنشوف مشهد غريب وكوميدي في نفس الوقت، قطة على هيئة إنسان واقفة بتطبخ، فبيجي الصياد وياخدها للأدميرال ويخليه يفك قيودها وبيعرفوا إنها في صالحهم. ويقول الأدميرال أنت مش أول شخص بيجي من عالمك لعالمي، فبتستغرب وبتقوله أنت بتتكلم إنجليزي؟ فيقول لها أنا درست لغة عالمكم علشان أعرف أتواصل معاكم. فبتسأله إيه اللي حصل ليا؟ فبيقول لها البرج اللي على قمة الجبل ده اسمه برج السماء، وده برج بيربط العالمين ببعض على حسب الشائعات، لكن في بوابة اتفتحت وهي اللي أدت لنقلك لهنا، فعشان كده أنا هروح للبرج عشان أقفل البوابة. بس في وحش قوي جدا بيحمي البرج شبه التنين، وقتله شبه مستحيل، لكن في فرصة واحدة وهي مهاجمته قبل ما ينفث النار، ولو ساعدتينا نوصل للبرج هنساعدك ترجعي عالمك. فبتوافق أرتيمس، فينطلق الأدميرال وفريقه ومعاهم أرتيمس ناحية البرج. وأول ما يوصلوا بيهجم التنين على 2 من الفريق ويحرقهم، فبيهجم عليه الأدميرال بسلاحه الناري، ويجي الصياد يكمل الهجوم ومعاه أرتيمس وبينزلوا في ضرب، وبتهاجمه أرتيمس في بقه قبل ما ينفس النار، لكن بيرميها بعيد وبينفس عليها النار، فبتنط وتقع في البوابة. وبترجع أرتيمس لعالمها مرة تانية، ويكون هناك طيارة هليكوبتر فيها جنود فريق ريد وولف، فبينزلوا ليها وياخدوها عشان يعالجوها. لكن فجأة بتيجي عاصفة تاني وبيهجم عليهم التنين، يعني التنين انتقل هو كمان عبر البوابة لعالم أرتيمس، وطبعا بينفس عليهم النار وبيقتلهم كلهم ويفضل يحرق في أي حد يجي قدامه. فبتتعصب أرتيمس وتاخد شماريخ وبتطلع تواجه، وبنت الذكية بتربط شمروخ في السهم المنطلق، وأول ما يفتح التنين بقه عشان ينفس النار بتطلق السهم عليه وبينفجر الشمروخ جوه بقه ويموت. فبتقوله أرتيمس علمتي عليك، لكن بيعمل لها التنين سوربرايز ويقوم تاني ولسه هينفس عليها النار، لكن بيتدخل الصياد حبيب الملايين ويفضل يطلق عليه أسهم متفجرة ويقتله المرة دي بجد. ويجي الأدميرال هو كمان ويدي أرتيمس سيف ويقول لها لازم ننهي الموضوع ده، ويشوف العاصفة لسه موجودة ويخرج منها تنين تاني. فبتقول أرتيمس لازم نروح البرج ونقفل البوابة نهائيا، فبيقول لها الأدميرال موافق، بس نقتل الزفت ده الأول. ويهجم الثلاثي بتوعنا على التنين بأقصى قوتهم، ويخلص الفيلم على كده. يا ترى هينجوا من التنين؟ وهل هيقدروا يوصلوا للبرج ويقفلوا البوابة؟ ده اللي هنعرفه لما ينزل الجزء التاني.